عيد الحب ايه بس يا جماعة؟ طب تعرف ان العشق علميا بيتصنف مرض وبيضر كيمياء دماغك بشكل كبير جدا. لما بتحب بني ادم بيتفرز هرمون اسمه الدوبامين مع كل مرة تشوفه فيها او تقعد تتكلم معاه. مادة الدوبامين دي بتبقى عاملة زي المورفين او المخدرات. من اهم خواص المخدرات انها بتخليك مبسوط. من ضمن خواصها برضو انها بتخليك تاخد قرارات غير مدروسة وقرارات غير منطقية بالمرة. وده اللي بيفسر ان كتير من حالات الحب بعد ما بيزول وهج الحب الاولاني بيبدأ يدرك ايه اللي انا عملته في نفسي ده. تاني حاجة بيعملها ان لو حصل انفصال مع الشخص اللي انت اتعودت تاخد منه جرعة المخدرات ده، انت ما بتلاقيش الجرعة اللي جسمك اتعود ياخدها، فبتبدأ يحصل لك زي اعراض انسحاب. انت ممكن جدا ما يكونش الشخص ده كويس او انت بتحبه الشكل الكافي، بس انت اتعودت تاخد الجرعة دي من الدوبامين اللي بيتفرز في مخك. بتبدأ تعيا، يجيلك صداع، يجيلك اوجاع في جسمك واوجاع في معدتك، زي بالظبط تأثير سحب المخدرات. عرفتوا بقى ان العشق مرض؟ طب والحل؟ حب بس ما تتعلقش، اهتم باللي بتحبه بس اديله خصوصيته ومساحته الخاصة. ربنا يمتعكم بحبه ليكم.